وأعلي يا مولانا كلمتي الحق والدين. Kaynaklı Kudüs'te aşırı gerilimlere tanık oldu. Filistinlilere acil yardım eli uzattı. Türk toplumuna tanıtma amacıyla Üsküdar والله من زينة والله من زينة أشاوي سلام الأرض لنا أرضى مولا من خطأ النفس ومخ ننتهي المنام أحلامي دربي أشوف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذا يا إخوة يثبت أن هذا المشروع الصهيوني مشروع يحتاج إلى مقاومة تقف أمامه. والمشروع الصهيوني يا إخوة واهم من يعتقد أنه يستهدف فلسطين فقط. فالمشروع الصهيوني أول ما استهدف قبل أن يصل إلى قلب الأمة الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى استهدف الدولة الإسلامية، استهدف الخلافة الإسلامية، استهدف السلطان عبد الحميد الثاني رحمة الله عليه. ولم يقف عند هذا الحد بل عمل على تمزيق هذه الأمة إلى قطع، ثم لم يتركها بل عمل على إثارة الشحناء والبغضاء بين هذه الدول وبين أبناء هذه الأمة. ويا إخوة نحن كلنا في خندق واحد، وحتى نعلم كيف استعد إخوانكم في فلسطين وكيف واجب علينا أن نستعد لفلسطين وللجهاد، فعلينا أن نتبع 3 خطوات سريعة. الخطوة الأولى أو الاستعداد الأول هو الاستعداد الروحي والاستعداد المعنوي. وهذا يا إخوة عندما نتتبع تاريخنا، يعني ماذا نقصد بالاستعداد الروحي؟ أن نكون مستعدين لتحرير المسجد الأقصى، لتحرير القدس، للإيمان بهذا الأمر. يا إخوة نور الدين زنكي في عام 563 هجري جهز نور الدين زنكي السلجوقي التركي جهز المنبر الذي سيخطب عليه يوم الفتح في فلسطين. وبعد 20 عاما من هذا الاستعداد الروحي نقله إلى المسجد الأقصى صلاح الدين الأيوبي الكردي. هذه أمة واحدة إذا جمعنا أطرافها يمكن أن نستعد روحيا ومعنويا لأن نكون ضمن المجاهدين وضمن خندق الجهاد في فلسطين. الاستعداد الثاني يا إخوة هو الاستعداد العقلي، أن نكون على مستوى من الوعي فيما يجري في القدس وفلسطين، وأن نعي المشروع الصهيوني، وأن نعي ماذا تريد هذه الدولة دولة الاحتلال، وأن لا ننخدع بالتطبيع. التطبيع يا إخوة خطر ليس على فلسطين، خطر على الأمة كلها. مخطئ من يظن أن هذا الكيان سيأتي من وراءه خير. أنا سأقول حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد رضا الناس بغضب الله غضب عليه الله وغضب عليه الناس، ومن أراد رضا الله بغضب الناس رضي عنه الله ورضي عنه الناس. الاستعداد الثالث وهو الاستعداد البدني. يا إخوة الاستعداد البدني يتطلب منا أن نكون جاهزون لما سيقدم عليه الكيان الصهيوني بعد 15 من رمضان. هناك أعياد لليهود ستتوافق مع أعيادنا في رمضان، وسيجري هناك احتكاك مباشر. يجب أن نكون مستعدين للوقوف مع إخواننا في القدس، وهذا واجبنا.
اليوم نحن كأمة واحدة يجب أن نستعد لهذا الكيان الصهيوني وما يريد أن يقوم به في المسجد الأقصى وفلسطين من اقتحامات، ولعلكم اليوم تسمعون بما يعد له هذا الكيان الصهيوني من إجراءات لأجل اقتحام المسجد الأقصى. ثم وقف فلسطين أنشئ في عام 2016 ليخدم الفلسطينيين خاصة في الداخل الفلسطيني، القدس أولا ثم غزة للوضع الإنساني الخطير فيها وكذلك الضفة الغربية. ولماذا وقف؟ لماذا ليس مركزا أو جمعية أو شيئا آخر؟ لأن الوقف هي أصول ثابتة يكون ربحها وريعها بشكل سنوي ودائم ومستمر يوزع على المستحقين. ولذلك كانت بداية أوقافنا وقف شجر الزيتون المبارك في الأرض المباركة في فلسطين. كان مشروعا مباركا ناجحا، فأنت أيها المسلم عن نفسك أو عن والدك ووالدتك المرحومين أو عن أي حبيب تحبه في الله توقف شجرة قيمتها $30. بعد 3 سنوات في كل عام يكون لها ريع $100 يوزع على أبناء الشهداء والأيتام في قطاع غزة. والواقع في فلسطين أن الاحتياج متنوع، هناك احتياجات في الجانب الصحي، هناك احتياجات في جانب الأيتام، هناك احتياجات في الجانب التعليمي وتحفيظ القرآن، في إعادة بناء البيوت المهدمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كل هذه الاحتياجات يحاول الوقف أن ينوع ويوزع في مشاريعه ليشمل معظم هذه المجالات. Bilmeliyiz ki şu anda dünyada yaşadığımız tüm sıkıntıların, zulüm ve barbarlığın arka planında yatan sebep, Siyonizmin inandığı Nil ve Fırat arasındaki hegemonyasını ve bayrağını dalgalandırmasından dolayıdır. Ümmetin parçalanması, hilafetin yıkılması, şu anda muhtelif Müslüman ülkelerde yaşanan siyasal ve sosyal sıkıntıların temel nedeni Siyonizm ve Siyonizmin güdümünde bulunanların Siyonizmin işgalinin devamı ve kendilerine vaat edilen sözde mez'um erdi mev'udu ellerine geçirip kendi zulümlerini ve barbarlıklarının devam ettirmesi. Dolayısıyla bizler nerede olursak olalım, eğer şu anda yaşadığımız sıkıntılardan kurtulmayı istiyorsak Filistin'e sahip çıkmamız lazım. Siyonizme karşı çıkmamız lazım. Filistin'in ve Mescid-ül Aksa'nın özgürlüğü tüm ezilen insanların özgürlüğü anlamına gelir. Filistin'de icra edilen zulmün ortadan kaldırılması, dünyada yapılan tüm zulümlerin son bulması anlamına gelir. Onun için Filistin, Filistinlerin değil, Kudüs'te oturan Müslüman kardeşlerimizin değil, Filistin ve Kudüs tüm Müslümanların, hatta tüm insanlığın malıdır. Tüm mazlumların ortak değeridir. Zulmün ortadan kalkması, mazlumların özgürlüğüne kavuşması, insanların insanca yaşayabilme ortamına kavuşmaları için Filistin'i kurtarmak, Mescid-ül Aksa'yı kurtarmak, bunun için fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah, sahabenin Resulullah'a söylediği bu sözü fidâke ebi ve ümmi ya mescidi dememiz lazım.